بتدفع كام في تراخيص مايكروسوفت 365 كل سنة؟ آلاف؟ ملايين؟ أنا أعرف شركة بتدفع نص مليون دولار كل سنة. تقرير لشركة جارتنر بيقول إن 80% من الشركات اللي حوالين العالم ما بتستفادش بأكتر من 80% من إمكانيات مايكروسوفت 365 تكنولوجي اللي أوريدي شارياها. في حسابات آخر السنة بيظهر إن تكاليف تراخيص مايكروسوفت 365 تكاليف تشغيلية أو عبء على الشركة. لو جينا بصينا على أرض الواقع هنلاقي إن أكتر موظفين الشركات ما بتستخدمش إلا تيمز وأوتلوك فقط، لكن معظم التكنولوجيز التانية اللي موجودة جوه الشركة مش مستغلة زي شير بوينت وباور بلاتفورم، وهي دي فعلا القيمه الحقيقيه جوه مايكروسوفت 365. تخيل لو احنا حولنا التكاليف التشغيليه دي الى استثمار حقيقي جوه الشركه. عمليه واحده زي الاونبوردنج ممكن توفر 20 ساعه شغل، داشبورد مبيعات لحظيه ممكن توفر اكتر من اسبوع شغل لفريق التحليل. على فكره اللي انا بقوله ده حقيقي، الادوات دي موجوده بالفعل جوه مايكروسوفت 365 تكنولوجي. كده انت ما بقتش مدير بيطلب مجرد ميزانيه، انت بقيت شريك استراتيجي جوه الشركه. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هوريك ازاي تطلع الكنز ده. انا احمد عادل وبساعد الشركات ان هي تستفاد من مايكروسوفت 365 تكنولوجي، بالاخص الشير بوينت وبلاتفورم افضل استفاده.